السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة جديدة للفراخ المخلية بالمشروم. أول حاجة خالص هجيب صينية وبحط فيها معلقة من الزبدة، وبعدين أروح حاطة فيها وراك الفراخ المخلية. انتوا ممكن تخلوها في البيت، تودوها للراجل يخليها. بتحطوها كده بالشكل ده، وبتحطوها في الصينية تتشوح على الجنبين كده من الناحيتين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، تتشوح من هنا ومن هنا. وبعد كده هسيبها بقى على النار، على نار هاديه، اوطي عليها النار خالص واسيبها لحد ما تاخد سوا شويه، واضيف لها شويه ميه صغيرين لحد ما احس ان هي بدات تستوي، واحط عليها البهارات زي ما انتوا شايفين. البهارات ملح وفلفل وثوم، واحط معاها شويه بهارات سبعه، واسيبها كده تتشوح معاهم كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. البهارات هتديها ريحة حلوة جدا، وخصوصا لو ضفنا البهارات زي ما انا حطيتها كده في الاول، هتخلي ريحة الفراخ نفسها حلوة وتتشبع من الطعم بتاعها. تمام. وبعد بقى ما بدأت تدخل في استوى خلاص، ابدأ اشيلها كده من الصينية، اطلعها بره. وفي نفس الصينية بتاعتنا هي هحط فيها البصل. تمام. احط كده البصل، ببقى مقطعاه قطع صغيرة خالص. ممكن تضربوها في الكبة، ممكن تعملوها تقطعوها بايديكم زي ما انتوا عايزين. تمام. المهم تبقى قطع صغيرة وحوالي بصلتين مش كتير، واخليهم ياخدوا تشويحة كده لونهم يصفر معانا في نفس الصينية اللي عملنا فيها الفراخ، عشان تبقى البصل واخد من طعم الفراخ ومن التتبيلة بتاعتها ومن التوابل اللي احنا عملناها. ونقلبه كده كويس، وبعد ما يبدأ لونه يبقى يدخل في اللون الذهبي كده، طبعا مش عايزين نسيبه كتير عشان ما يتحرقش، يبقى يا دوب كده لونه يكون ذهبي، ونروح حاطين عليه المشروم. انا عندي المشروم اللي هو المعلب الجاهز، عايزين تجيبوا مشروم فريش اعملوه، المشروم المفضل بالنسبه لكم. نحط كده كميه المشروم زي ما انتوا عايزين، ونسيبها كده على النار تتشوح. وبعدين في طبق كده او في كوبايه نحط كوبايه صغيره من اللبن، معاها معلقه من النشا ومعلقه من الدقيق، ونقلبهم كده مع بعض كده بره على البارد. يعني مش نقلبها وهي في النشا بالذات، ما يتقلبش وهو سخن عشان ما يكلكعش. على البارد كده اقلب النشا والدقيق مع اللبن، وبعد كده ابدا بقى ان انا اروح ضيفاهم على المشروم. ولو عندك كريمه ممكن تحطي كوبايه كريمه، هتدي برضو طعم حلو جدا للصوص اللي احنا عاملينه. فكرتها زي البيكاتا كده. وبعدين ارجع بقى احط الفراخ تاني. الفكرة في الاول ان انا سويت الفراخ، لان ساعات الوراك بتبقى محتاجة تسوية شوية، فما اقدرش ان انا احطها من غير ما اسويها تشويح كده على طول، هتطلع مش مستوية. تمام. فانا كده حطيت الفراخ مع المشروم مع الصوص اللي احنا عملناه. بصوا بقى طرية، والصوص بتاعها تحفة، كريمي وحلو جدا، لونها حلو قوي وطعمها في منتهى الجمال. وطبعا تقدروا ان انتوا تعملوها بالصدور عادي جدا، بنفس الطريقة بنفس الفكرة بتعملوا، بس الصدور هتاخد سوا اكتر شوية من الوراك. الوراك ما بتاخدش سوا. بصوا اتقطعت معايا سهلة ازاي، وتحفة جدا، ولونها من جوه جميلة في منتهى الجمال. جربوا الوصفة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات وتشيروا الفيديو. كنت معاكم من مطبخ منا النادي، شكرا لمتابعتكم.